طيب يا ريمونتادا، عايزني اسمع كلامه في كل حاجة هو بيعملها. بجد الموضوع ده بيخنقني، بجد الحوار بيبقى مش لطيف معايا، بحس ان انا مكبوتة وفي حد هو اللي بيحركني. بصي، انت المفروض تعملي كده فعلا، بس تسمعي كلامه دايما في الصح، تسمعي كلامه في حدود. لكن ما ينفعش يجي يقولك تعالي نعمل حاجة مش كويسة فتروحي. ما ينفعش تمشي معاه او تحبيه من غير ما اهلك يعرفوا. الموضوع بسيط. يعني ادي صابونه، شايفين الصابونه عامله ازاي؟ ما ينفعش هو يجي يقولك كلي الصابونه دي فانتي تروحي لا مش هاكلها اكيد، فتروحي واكلاها. ما تسمعيش كلامه في الحاجه اللي هتضرك، الحاجه اللي هتموتك. لكن طبيعي انك تكوني مطيعه ليه علشان خاطر العلاقه تكمل. الصابونه دي لو اكلتيها مش هتبقي موجوده معاه. فارجوكي خلي بالك واعملي حدود لما تيجي تسمعي كلامه. فهمي انت بتسمعي كلامه في ايه وما بتسمعيش كلامه في ايه.